بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أضواء الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم تحلية سهلة وبسيطة وسريعة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. نكمل جزء من قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأول احنا كنا وقفنا لما قريش خلاص يأست من ان ارجاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه عن الدين الاسلامي، فقرروا ان هم يجيبوا شاعر يهجو او يشتم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من عادات العرب في الايام دي ان هم لما بيحبوا يمدحوا او يذموا او يهجوا او يشكروا في حد كانوا دايما بيجيبوا شاعر يقول فيه قصيدة. فما لقوش احسن من حسان بن ثابت علشان يجيبوه يهجوا سيدنا محمد او يشتموا زي ما قلت لكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا له احنا عايزينك تقول قصيدة في محمد وليك من الأموال ما تحب. فقال لهم طب خلوني أشوفه، أول ما هتقع عليه عيني هشوف عيوبه فهقدر أقول فيه الشعر اللي انتوا عايزونه. فقالوا له خلاص ماشي، فوقفوه في الطريق اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان بيعدي منه أو بيمر منه يعني. فأما أول ما وقعت عليه عينه قال وأجمل منك لم تر قط عيني وأعظم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فقالوا له ويحك انت ايه اللي انت قلته ده؟ قال لهم أما أموالكم فهي لكم وأما هو فأشهد أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ساعتها لقب بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نخش بقى في الفيديو بتاعنا، هنقول بسم الله. احنا هنعمل الاول مهلبيه فانيليا، المهلبيه العاديه بتاعتنا خالص. عندي لبن، سكر، فانيليا، نشا، قشطة اللبن مش اكتر من كده. ما رضيتش احط كريم شانتيه ولا احط لبن بودر عشان ما حدش يكسل يقول لا ما عنديش ده وما عنديش ده مش هعملها. المهلبيه بتاعتنا الطريقه العاديه خالص بتاعت امهاتنا بتاعت زمان دي. كل كوبايه لبن عليها معلقه نشا. ممكن تشيلي من الست كوبايه لبن بتوعك تشيلي اتنين مثلا وتحطي بدلهم ميه، يعني مش لازم تحطي 6 كوباية لبن. انا عندي كده كوباية اللبن بتاخد معلقة نشا، هتاخد معلقة سكر، يبقى ال6 كوبايات هحط عليهم 6 كوباية 6 معالق نشا. بس حطيت عليهم بصراحة 6 معالق 8 معالق سكر، لأن عندي بنحب الحاجة مسكرة شوية. إنما في المعقول يعني هيبقى 6 معالق نشا و6 معالق سكر حلوين على 6 كوبايات لبن. هقلب كله على البارد كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هرفعه على النار. حابة تخلي النشا للآخر براحتك، هتحطي 5 كوبايات مثلا من اللبن بس، وتخلي كوباية أو كوباية إلا ربع تحطي فيها 6 معالق النشا لما اللبن يبتدي يغلي. بس لما بتحطيه على البارد كده بتحسي ان النشا بتاعك استوى معاكي، ملوش طعم نشا خالص. بس والميزه بقى دي الميزه اللي فيه، العيب اللي فيه ان انت بتفضلي تقلبي على طول ما انت واقفه. انما لو حطيتي اللبن بس مش هتقلبي فيه كتير غير لما تنزلي بالنشا في الاخر. زي ما انتم شايفين كده لما ابتدى يغلي نزلت بالقشطه، وانزل بعد كده بالفانيليا. ما يعادل كيسين فانيليا. ما تكتريش في الفانيليا لان لما بتكتر طعمها بيمرر. هفضل اقلب بقى لغايه ما المهلبيه بتاعتي تعمل فقاعات. طبعا ما تطفيش عليها قبل ما تغلي وتتاكدي ان هي طلعت الفقاعات دي، عشان بعد كده ما تسيلش وتنزل ميه مش هتبقى لطيفه يعني مش هتعجبكم. هفضل اقلب كده لغايه ما تغلي وتطلع الفقاعات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. التقليب طبعا بيبقى مستمر عشان ما تلزقش في الحله من تحت، وعشان ما تكتلش معاكي برضو وتعمل يبقى فيها كلاكيع كده وحاجات مش حلوه. شلتها بقى من على النار، هقلبها تقلبتين بس كده، وهبتدي اغرفها في الاطباق بتاعتي او البولات في اي حاجه بقى زي ما بتحبي تحطي. بسم الله كده. القوام بتاعها كريمي زي ما انتم شايفين. ما تكتريش في النشا عن كده عشان ما تبقاش تقيله. هي كده لما بتبرد معايا بتبقى تقريبا نفس القوام، ما بتتقلش عن كده. انا حبيت اعمل يعني الكوبايات بتاعتي ال3/4 مهلبيه من اللي هي البيضه العاديه بتاعتنا دي، والربع بس من المهلبيه الحمراء دي مهلبيه رمان. كنت اول مره بصراحه اعملها فخفت ما تعجبش الولاد فما كترتش منها يعني. قلت اعمل ال3/4 فانيليا وربع واحد بس هو هيبقى مهلبيه الرمان دي، عشان لو ما عجبتهمش يعني هتشال من على الوش هتبقى طبقه رفيعه او طبقه رقيقه يعني. هنضف بس البولات بتاعتي والكوبايات كده زي ما انتم شايفين، وهكمل بقى غرفها وهرجع لكم تاني. ده شكلها بعد ما غرفتها. هبتدي بقى اعمل مهلبية الرمان. طريقة سهلة برضو بسيطة جدا. هحط الرمان ما شاء الله السنة دي كله احمر كده زي ما انتم شايفين. حاولي تنقي الرمان الحمراء، بس هو كله احمر بصراحة، ما فتحتش رمان عندي فاتح خالص. حطيت الرمان ما بحطش عليه مية خالص، الرمان مليان مية فمش محتاج لمية يعني مش محتاج لحاجة تلف الخلاط معاكي.
هعصره بقى في الخلاط كده زي ما انتم شايفين، بيتضرب معاكي سهل يعني، مش مشكله زي بقيه الفواكه. طبعا ضرب في الاول متقطع، ما تشغليش الخلاط لفتره طويله على طول عشان ما يبص منك. نحاول نحافظ على الاجهزه الكهربائيه بتاعتنا شويه، بالذات في الغلا بتاع اليومين دول. هصفي بقى عصير الرمان بتاعي كده بسم الله زي ما انتم شايفين لونه. انا ما وقفتش الخلاط وانا بضربه، او ما وقفتش الفيديو وانا بضرب الرمان عشان ما حدش يقول لي حطيتي عليه حاجه تحمره. بس عموما لو الرمان بتاعك مش احمر هتحطي عليه يا اما حته بنجر، يا اما اللهم صل على النبي لون غذائي. وانا بفضلش ده ولا ده بصراحه، البنجر هيغير طعمه شويه، واللون الغذائي برضو مش محبوب يعني، او مش مفضل أوي. ضربت الرمان بقى وصفيته كده. هشوفه كام كوبايه. الرمان مش زي المهلبيه التانية، لان الرمان العصير بيبقى قوامه تقيل شويه، فبحط على كل كوبايه نص معلقه نشا بس. احنا قلنا في الفانيليا كل كوبايه عليها معلقه نشا، هنا كل كوبايه هحط عليها نص معلقه بس. وفضل معلقتين برضو، معلقتين من الرمان حطيتهم على الثلاث كوبايات دول كده، 3 كوبايات. هنزل عليهم بمعلقه ونص نشا وثلاث معالق سكر. بسم الله. حطيت السكر الاول 3 معالق كده حلو عشان مزازه الرمان تبان معاكي، واحط عليه معلقه ونص بس نشا، مش هيحتاج اكتر من كده نشا. هقلب برضو على البارد، بعد كده هرفعه على النار. دايما في المهلبية او الحاجات اللي فيها دقيق بتحاولي تهدي النار عشان الحاجة تستوي معاكي، ما يبقاش المهلبية يعني هتغلي معاكي وهيكون طعم النشا لسه باين، لا خليكي مهدية النار كده عشان النشا يستوي معاكي قبل ما المهلبية تلف او تغلي زي ما انتم شايفين كده. نزلت عليها بفانيليا حبة صغيرين، يعني حوالي كيس لو هتجيبي اللي هو الباكت الجاهز ده. مش هطفي عليها برضو الا لما تطلع الفقاعات زي ما انتم شايفين كده بتاعتها. هبتدي بقى احطها على مهلبية الفانيليا. انا ما بستناش المهلبية ما شاء الله على طول، والرز بلبن والحاجات اللي فيها نشا دي يعني بتمسك على طول، ما بتستناش يعني مش محتاجة ان انت تستني شوية قبل ما تمسك. انا عملت دي وطفيت عليها ورحت شغالة في التانية على طول بعد ما غرفت الاولانية. لونها ما شاء الله جميل جدا. هبتدي بقى اغرفها كده. حابه تحطي على وشها اي مكسرات او اي حاجه بقى زي ما تحبي، بس انا بصراحه مع ولادي ما بيحبوش الحاجات دي خالص على على الرز بلبن ولا المهلبيه ولا قمر الدين. يعني الحاجات اللي هي المكسرات دي بياكلوها كده، ما بيحبوهاش على وش اي حاجه. يعني بيحبوش الحلو، يعني هم حاسين ان المكسرات دي حاجه حادقه يعني، ما بيحبوش الحلو مع الحادق. وده شكلها بعد ما حطيتها في الكوبايات. تحلية سهلة وبسيطة وسريعة، ما خدتش معايا وقت وتغيير. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وبألف هنا.